استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلام سلام سلام. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم هاد لي بات بلا صوص بلونش، طريقه بزاف سهله ويجوا لي بات بنان بزاف بهاد الطريقه. بلا ما نطول عليكم نروحوا نشوفوا الطريقه اللي حضرنا بها هاد لي بات. بون نبداو بسم الله. الحاجه الاولى هنا راني خديت القدره تاعي، راني حطيت فيها الماء يسخن، نزيد نحط شويه تاع فلفل الكحل هكذا، نزيد الملح والزيت. هكذا ونخليها حتى تغلي باش نرمي لي بات لداخل. راح ندير هاد النوع تاع لي بات هادو، فوالا نحطهم يغليو. فوالا نخليهم يطيبوا من بعد باش نصفيهم. هنا عندي صدر ونص تاع الدجاج، راح نقطعو هكا قطع صغيره هكذا، نقطعو بهذا الشكل. نبداو لا تقدروا تقطعوه شكل طولي. المهم انا الكم نقطعو كامل هكا. فوالا هذا نحطه بجيه. ومن بعد هنا راح ناخذ زوج حبات تاع بصل كيف نزيد نقطعهم قطع صغيره. نقطعهم هكايا. انا البصل تاعي راهو صغير، حبات راهم صغار، على بها راني خديت هنا زوج حبات. نتوما الا كان البصل تاعكم يعني كبير ديو غير حبه. على كل حال هنا ما كاش مقادير مضبوطه، راح يتحطوا على حسب عدد افراد العائله. البصل اللي كان عندكم البصل تاعكم اللي كبير ديروا حبه برك كبيره. انا كيما قلت لكم البصل تاعي صغير، سي بوغ سا راني درت زوج حبات صغار. هنا راح نولي لي بات تاوعي راهم طابو هامليك. دوك انا راح نصفيهم وندهنهم بشويه تاع الزبده. وهنا عندي حبه تاع الفلفل كيف نقطعها حتى هي رقيقه كيما قطعت البصل. فوالا ولا عندك فلفل الوان تقدري تزيدي تحطي. انا ما عنديش، انا موالفه نديرها بفلفل الوان تجي مليحه. هكذا نشرحهم كامل هكا. من بعد نقطعهم هكا قطع صغار كما قطعنا البصل. هكذا ونحطها مع البصل. هاك نحطها مع البصل. انا نحب نوجد كلش من بعد باش نبدا نطيب. هنا راني خديت علبه تاع الشامبينيون، راني صفيته وغسلته وقطعته. نقطع الشامبينيون تاعي تاني هكا قطع صغيره. فوالا هكا. فوالا
المهم انا نكمل نقطع ونرجع لكم. هنا راني خديت المقله تاعي نحط لها الزيت هكذا ونستنى الزيت يسخن باش نطيب هذاك البولي ولا هذاك الصدر تاع الدجاج. هنا راح نحط لها شويه تاع فلفل كحل، فوالا نزيد لها شويه تاع الكركم، نزيد لها الملح، الدجاج تاعي يطيب. عندي هاد لاصوص اللي طلقها البولي، انا ما درت له حتى قطره طعمه. هذا الماء تاع البولي اللي طلقوه هاد لاصوص ما نخليهاش تنشف، نصفيها كامل بجيه باش نخلي هذا الدجاج يتحمر شويه يعطينا هذيك التحميره هكذا. هاي ديك لاصوص اللي كنت نحيتها هاهي، فوالا. دوك نخلي هذا يزيد يتحمر شويه، نزيد له شويه تاع الزيت، نخليه يتحمر، فوالا. هنا في هذه المرحله نحي هذاك البولي تاعي، نحيه كامل هكا. ونحط هذاك البصل والشامبينيون والفلفل اللي كنت قطعتهم معكم، فوالا هكا نحمصهم هنايا. هنا بعد ما تقلات لي هاد البصل والشامبينيون كاع نعاود نحط لها هذاك الدجاج اللي كنا قليناه، فوالا هكا نخلط، ونعاود نحط هذيك لاصوص تاع الدجاج اللي كنت نحيتها، فوالا هكذا. نزيد نحط لها علبه تاع لا كريم فريش هكا هكذا. من بعد نحط شويه تاع الماء في هذيك العلبه تاع لا كريم فريش، نشللها مليح نحطها هنايا ونخلط هاد البولي تاعي مع البصل والشامبينيون، نخلطها مليح هكا. هنا راح نزيد لها الفرماج غابي هكا، فوالا. ونخلطها ونخليها تتجمر لي بالعقل هكا. هنا بعد ما عقدت لي لاصوص تاعي، شوفوا هنايا سي بون راهي واجده، نخليها هكا. هنا راهي نقصت لها كامل الفرن، دوك نجيب لي بات تاوعي ونحطهم هنا هكذا، فوالا. ونخلط باش تدخل فيهم هذيك لاصوص، فوالا.
هكذا. هذه ونخلط كلش مع بعض هكا. نقلبها كامل مليح داخل هكا. لي بات بهذه الطريقه يجوا بزاف بنان صدقوني. هكا نقلبهم كامل باش يدخلوا فيهم ديك لاصوص تدخل في لي بات. الفرن هنا راني نقصت له درتو على نار هادئه. فوالا هكذا. وهكا يكونوا لي بات تاعي راهم جاهزين هكذا. دوكا نطفي عليها الفرن ونروحو نديروها في صحن التقديم. الطبق تاعي تاع لي بات هاوليك يجي بزاف بنين بهذه الطريقه. نتمنى تجربوه. هاوليك. وهنا نلحق النهايه تاع الفيديو. نخليكم بخير وعلى خير ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. سلام.